السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الريب بطريقة سهلة وبسيطة وناجحة. غادي تحتاجوا في المكونات لتر ديال الحليب، واحد الساشي ديال الفاني ودانون ديال الفاني والسكر حسب الذوق. وغادي تحتاجوا القرعة. غادي ناخذ واحد الطنجرة، غادي ندير فيها نصف لتر ديال الحليب وغادي نخليه حتى يدفى، والنصف لتر الثاني اللي بقى غادي نديروه في واحد الاناء وغادي نزيد عليه السكر. بالنسبه للسكر على حسب الذوق، انا هنايا درت تقريبا 3 ديال المعالق كبار ديال السكر السنيده، وكتزيدوا معاه الساشيه ديال الفاني. صافي كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي نخلط هذا الحليب مزيان حتى يذوب ليا السكر. بالنسبه للدانون ديال الفاني غادي نزيدو مع الحليب اللي درتو فوق البوطه كيف ما كتشوفوا، كلشي واضح في الفيديو. من بعد ما غادي نزيد دانون غادي نحرك مزيان. صافي كيف ما كتشوفوا هنا، من بعد ما دفى نصف لتر ديال الحليب غادي نخلطهم كاملين وغادي نديرهم في واحد القرعه. كيف ما كتشوفوا الحليب خصو يكون دافي، ما يكونش سخون بزاف. صافي بالنسبه لهذا الرايب يمكن لكم ديروه في الكيسان، انا هنايا شاركت معكم الطريقه باش ديروا الرايب فقط غير بالقرعه. صافي كيف ما كتشوفوا غادي نديروا هنايا وغادي نحركو مزيان. كنسبق الحليب اللي بارد اللي خلطت معاه السكر والفاني، من بعد كنزيد داك الحليب اللي دفيت مع دانون. طريقه اللي سهله بزاف باش ينجح معكم الرايب، ولا كنتو اول مره كتصايبوه جربوا هاد الطريقه، ناجحه 100% وكيجي زوين. صافي كيف ما كتشوفوا الطريقه ديالي سهله بزاف. غادي نخوي هاد الخليط ديال الحليب دافي والبارد في واحد القرعه وغادي نخلطهم مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. الطريقه اللي سهله بزاف وواضحه وبسيطه. صافي كيف ما كتشوفوا غادي نحركو مزيان. من بعد ما غادي تحركو غادي تاخذوا واحد المانطا اولا بلاصه اللي تكون دافيه وغتخليوه مده ليله كامله حتى يشد راسو مزيان، وعاد دخلوه للثلاجه وتقدموه. كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ واحد المانطا بهذه الطريقه هذه وغادي ندير فيها القرعه ديال الحليب. صافي وكنخليها ليله كامله. هنايا من بعد ما بات ليله كامله كيف ما كتشوفوا غادي نجبدوا وتشوفوا معايا كيفاش تيجي القوام ديالو. كيجي زوين بزاف، ان شاء الله تجربوه. ما تنساوش تخليو لي لايك الا عجبكم الفيديو. كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديال الرايب اللي صايبت معكم، كيجي سهل بزاف. الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وما تنساوش تخليو لي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. هنايا غادي نخوي معكم الرايب كيف ما كتشوفوا، هذا هو القوام ديالو. هنايا غادي نحتاج السيرو، يمكن لكم تستغناو عليه ويمكن لكم تضيفوه فقط كتزيين. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نخوي الرايب في الكيسان، تيجي زوين بزاف شكلا ومذاقا. صافي ومن بعد ما غادي نخوي غادي نخلط معاه السيرو اللي كتشوفوا معايا في الفيديو. كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديال الرايب، تيجي زوين بزاف. ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. دابا غادي نزيد الرايب، نزيد عليه السيرو. عندي هنايا جوج الوان ديال السيرو ولا جوج انواع. صافي غادي نخلطهم مع الرايب وبصحه والراحه. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه ديال اليوم وتنال الاعجاب ديالكم. وما تبخلوش عليا بلايك وتشجيع، وما تنساوش تخليو لي التعليق ديالكم وتقولوا لي كيفاش جاكم الفيديو ديال اليوم. صافي وهذا ما كان في هذا الفيديو. السلام عليكم، الى الملتقى ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفه جديده ان شاء الله.
هذا هو الشكل النهائي ديال الرايب. كيف ما كتشوفوا شاركت معكم طريقه اللي سهله بزاف. فهذا ما كان في هذا الفيديو، خليت لكم الراحه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وبسلام عليكم.